السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم سمنات معمرين بالكفته وبالخضار اللي كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. نتوكلوا على بركه الله. نشوفوا حتى المقادير. يلا بسم الله. غادي نحتاجوا عندنا هنايا الطحين فينو وطحين الفورس. غادي نخلطوهم كيف كتشوفوا معنا. صافي، ممكن نديرهم في العجانه، ممكن نعجنوا بيدينا بحال. كنزيدوا الملحه، هنايا كنزيدوا شويه خميره الحلوى، نص معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. غادي نديروا شويه ديال السكر ومعلقه ديال زيت الزيتون. صافي، وغادي نخلطوا العجين ديالنا بالماء. كيف كتشوفوا معنا. طبعا غادي نعجنوها، ما تكونش العجينه قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه بزاف، ونخليوها ترتاح. من تجمعين العجينه غنديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح. بالنسبه باش غادي نعمروا هاد المسمنات غادي نحتاجوا الفلفله خضراء حمراء صفراء اللي متواجد عندنا في البيت، وغادي نديروا القرعه والبصله الزيتون الثومه والقزبر ومعدنوس كيف كتشوفوا معنا. هاد الخضر كاملين غادي نطحنوهم. صافي، غادي ناخذوا مقيله غادي نديروا فيها زيت الزيتون كيف كتشوفوا ولا الزيت النباتيه اللي متواجد. وغادي نحطوها فوق النار. صافي، وغادي نبداو نزيدوا الخضر بشويه بشويه نشحروهم. غادي نديروا الثومه. طبعا المقادير ولا التوابل راه كنديروا على حسب الكميه اللي عندنا. نديروا الثومه تشحر مزيان مع هذا الزيت، وغادي نزيدوا عليها الكفته. من بعد ما كتشحر لينا الكفته مزيان صافي كنبداو نزيدوا عليها الخضر. كنزيدوا عليها البصله هي الاولى حتى كتحمر، وكنزيدوا عليها الخضر الاخرين. كيف قلت لكم الخضر راهم كاملين طحناهم، يعني بالنسبه حتى اللي عنده الوليدات الصغار راه ياكلوهم بعينيهم مغمضين لان ما عارفين شنو فيهم. طبعا كتبان غير الكفته اللي كتبقى باينه شويه. صافي، دابا من بعد ما زدنا البصله غادي نحركوها ونخليوها تحمر مع الكفته. وما نغطيوهاش بشي غلاقه اللي تكون مسدوده باش ما ديرش الماء، ونخليوها هكا معريه لان حنا بغينا العماره تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء. صافي، دابا غادي نزيدوا الخضر الاخرى. زدنا الزيتون مطحون، الفلفله، القرعه. كنزيدوا الملحه. هنايا عندنا ضامه البنات الخضار، سكينجبير، تحميره، الخرقوم، شويه ديال التحميره حاره، شويه الكمون، الابزار، المهم التوابل العاديين راكم عارفين. اللي زايده هي ضامه البنه. وكنغطيو عليها ونخليوها تشحر مزيان حتى كتحمر وتنشف من الماء. حنا بغيناها تكون ناشفه. في الاخر كنزيدوا القزبر ومعدنوس. وبهذه الطريقه البنات راه كتجي لذيذه بصراحه. هاد العماره هذه راه كاين اللي كيدير الشحمه، ولكن حنا فضلنا نديروها بالكفته. صافي، دابا غادي نحطوها على جنب نخليوها حتى تبرد مزيان، وندوزو نشوفوا العجين اللي عندنا. كيف قلت لكم العجينه من بعد ما عجناها درناها في بلاستيك وخليناها ترتاح مزيان. كيف كتشوفوا راها ما قاصحه ما رطبه بزاف. صافي، غادي نقسموها على حسب الكميه اللي بغينا وعلى حسب الخبيزات اللي بغينا، واش يكونوا كبار ولا صغار. كنديروها على هذا الشكل هذا كويرات، وكنحطوها على جنب ونخليوها حتى ترتاح عاد نبداو نخدموها. كندهنوها بالزيت باش ما ديرش لنا داك القشره من الفوق،
وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق هكا ونرجعوا ليها. من بعد ما العجين ديالنا ارتاحت كنرجعوا كنقرصوها كيف كتشوفوا حتى كيبدا يبان لينا سطح العمل، غير بالزيت بوحدو ما كنزيدو حتى شي حاجه اخرى. طبعا ما كنقويوش الزيت، غير شويه باش العجينه تجينا هكا محلوله ومفرزه ما تلصقش لينا. صافي الكميه اللي عندنا ديال العماره قسمناها على حسب الخبيزات اللي عندنا كيف كتشوفوا باش يجونا عامرين بحال. صافي هذه درناها بلا فرماج لان البنات غادي نزيدوا الفرماج. اللي ما كيعجبوش الفرماج ما يديروش. هذه وحده درناها بلا فرماج. هو بصراحه الفرماج كيعطيها واحد التزوينه. صافي كنربعوهم على هذا الشكل هذا ونخليوهم يرتاحوا. صافي كنخدموهم كاملين بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا. صافي هنا يا اما الفرماج حمار يا اما موتزاريلا اللي متواجد عندنا نديرو. صافي كيف قلت لكم كنلوهم كاملين على هذه الطريقه حتى كنساليهم وكنبداو نطيبوا. وصافي البنات من بعد ما خليناهم ارتاحوا عمرناهم وخليناهم ارتاحوا مزيان، دابا غادي ندوزو نطيبوهم. كيجيو على هذا الشكل هذا بحال هكا. وهاد البياسترا هادي البنات راه كتنفع بصراحه هكا في الطيب ديال المسمان ولا المخامر. طبعا اللي ما عندوش ماشي مشكل، مقيله تكون سخونه. غير هذه كتهز كميه كبيره يعني الواحد ما كيعياش طيبي فيها 4 5 ديال الخبيزات. صافي بعد ما كيتحمروا شويه من تحت كنبداو نقلبوهم، راه دغيا كيطيبوا هنايا. كندهنوا معاود من الجهه الاخرى. طبعا كنبقاو نحركوهم هكا شويه شويه، ندوروهم باش يطيبوا من الجهه الجوايه كاملين. وكيف قلت لكم البنات راه الا جربتوهم راهم كيجيو زوينين بصراحه. صافي ها هما طابوا، كنحيدهم على هذا الشكل هذا، نحطهم على شي حاجه باش ما يعرقوش.
ونكملوا اللي بقى عندنا حتى هما نطيبوهم الكميه اللي بقات. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد المسمنات اللي شاركنا معكم، كيجيو على هذا الشكل هذا، وكيف قلت لكم راهم كيجيو رائعين صراحه. فاش كيطيبوا راهم كيجيو هكا. عرفتوا على اللي حاطه لها منهم كتشهي صراحه.